أنا اسمي حاتم ديدا، متخصص في تعليم اللهجة المغربية. في اللهجة المغربية توجد العديد من الكلمات والعبارات التي يتم استخدامها بشكل يومي، ومعظم هذه الكلمات والعبارات تتميز بأن لها معان خاصة وتستخدم بشكل مختلف عن العربية الفصيحة. فعلى سبيل المثال، يوجد العديد من الكلمات التي تعبر عن نفس المعنى في اللغتين، لكنها تختلف في النطق واللفظ. ومن هذه الكلمات يمكن ذكر أسماء الفواكه، مثلا في اللغة العربية ليمون، أما في اللهجة المغربية نقول له ليمون. وفي اللغة العربية نقول تفاح، أما في اللهجة المغربية نقول تفاح. أما بالنسبة للخضروات، مثال للبصل نقول له باللهجة المغربية البصلة. وكذلك الألوان، مثال أزرق نقول له باللهجة المغربية زرق، وأيضا أحمر نقول له باللهجة المغربية أحمر. والأرقام، مثال 1 نقول له باللهجة المغربية 1، ورقم 2 نقول له باللهجة المغربية 2، 2 يعني 2. وبجانب تلك الكلمات تتواجد في اللهجة المغربية العديد من الكلمات والعبارات المميزة والجميلة، ومن أشهر هذه العبارات يمكن ذكر بارك الله فيك، وهي تستخدم كشكر وتقدير لشخص ما. وكذلك صاحبي، وهي الكلمة التي تعني صديقي. أما بالنسبة للمؤنث فيمكن القول صاحبتي، والكلمة التي تعني صديقتي. مثلا في جملة بالنسبة للمذكر، هذا صاحبي عزيز علي. للغة العربية هذا صديقي المفضل. للمؤنث هذه صاحبتي عزيزة علي، والذي تعني هذه صديقتي المفضلة لدي. بالإضافة إلى ذلك تتواجد في اللهجة المغربية العديد من العلامات والأصوات والتي تستخدم للتعبير عن المزاج أو الشعور. ومن هذه الأصوات يمكن ذكر وتعني نعم. لنوظفها في جملة، بغيت وتعني نعم أريد. وكلمة ماشي باللهجة المغربية وتعني لا باللغة العربية، لنوظفها في جملة، ماشي مشكل وتعني باللغة العربية لا مشكلة. واو، وهو الصوت الذي يعبر عن الدهشة أو الإعجاب. مثلا في جملة واو شحال زوينة، وتعني باللغة العربية واو كم جميلة. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء.